في خبر عاجل الآن، عثرت مصالح الدرك الوطني مساء اليوم الخميس على جثة الطفلة المفقودة حمادي سدرة في ولاية سطيف بعد 3 أيام من البحث. وتم العثور على جثة الطفلة بمحاذاة واد بوسلي، وتنقلت مصالح الدرك وأهل الضحية للمكان وتأكدوا من الجثة التي تعود للطفلة المفقودة سدرة. وفقدت الطفلة البالغة من العمر 32 شهرا بعدما كانت رفقة عائلتها التي قدمت من ولاية الجلفة لتأدية واجب العزاء بمنطقة مزلوق بسطيف. وكانت مصالح الحماية المدنية قد أطلقت منذ 3 أيام حملة بحث عن الطفلة سدرة، وقامت مصالح الحماية المدنية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني وبعض المواطنين بالبحث عن الطفلة ببلدية مزلوق. واستمرت عمليات البحث بعد تمشيط محيط المنزل وضفافه ومجرى وادي بوسلان بالمنطقة ذاتها، إلى أن تم العثور على جثة الطفلة مساء اليوم. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو. ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.